تعالوا اوريكم اليوم اللي رحت فيه معرض الكتاب كان ماشي ازاي. كنت مرتب ان انا هروح الجيم الصبح، بس للاسف صحيت متاخر، فشلت هدوم الجيم وجهزت عادي الشنطه اللي انا هنزل بيها، وماما مروقه علينا بقى سندوتشات وبتاع ولا كاني طالع رحله، ونزلت بنفس لبسي بتاع امبارح ما غيرتش. يلا بينا بقى عشان انا كده اتاخرت على خالد جامد قوي. ركبت الموقف المحله، رحت طنطا قابل خالد عشان كان عنده امتحان اخر ماده، وطلعنا من هناك على القاهره على طول، ورتبنا الكتب حسب الاولويه عشان الفلوس يا دوبك يا عسل، ونزلنا قبل رمسيس عشان الطريق كان واقف جدا، ورحنا كلنا كبده من عند على بركه الله، وده اشهر واحد بتاع كبده هناك اصلا، ومعاك كمان طبق مخلل قد العالم. وركبنا بعدها من هناك عشان نطلع على المعرض. تاني شباك تذاكر كنا فيه لوحدنا، والاول اللي هناك ده كان فيه بتاع 200 واحد مثلا. البابا دي برضه فاضيه. البابا اللي هناك بقى زحمه جدا، زحمه موت يعني، عشان بس الناس مكسله تمشي الحته دي. اي والله دور علينا. عاش والله بجد ان الناس دي كلها مهتمه ان هي تقرا. يا معلم عامل ايه؟ وحشني والله فشخ. انت كمان والله. بدأت حاجة ولا لسه؟ ودخلنا صلينا اول حاجه ظهر وعصر جامع تقديم، بعدين دخلنا عشان نشتري الكتب. هجيب ده كمان. مش متخيل بجد ان الكتاب ده ب 11 جنيه ونص، وقلت اجيب كتب انجلش بقى، فجبت كتاب دير تيا. ده هو سهل بجد لاي حد حابب ان هو يبدا قراءه انجلش من زمان. المرة دي كانت قابل على الابواب بقى. وكان في هناك الحيطه دي لاي حد حابب يرسم اي حاجه عليها. وخالد تقريبا راح لصاحب المعرض قال له بعد اذنك انا عايز ب 10000 جنيه كتب. حاسب بس هتتفسخ، وبص هتروح بيهم كلهم على ايدك. ده المصحف اللي كان الشيخ احمد الطيب اهداه للنفيس. وده مصحف بطريقه برايل. مش متخيل بجد الصعوبه، احنا بجد في نعمه فعلا ومكسلين حتى ان احنا نقرا قران. جيلي سويبر. أنا مش قط أو مش شايف يعني إيه. وكان في كمان قسم كامل هناك للاطفال. وخلصنا وصلينا المغرب والعشاء مع بعض جامع تاخير، بعدين رحنا عشان ناكل قبل ما نمشي، وركبنا رمسيس تاني عشان نرجع. يا اسطى انا ما بعرفش انام في المواصلات خالص على فكره. ووصلنا المحل اخيرا، وكان يوم متعب قوي بجد. بس كده يا جماعه، ودي الكتب اهي اللي انا جبتها. يعني مش لازم ان انتوا تجيبوا الكتب اللي هي الترند، اهم حاجه تجيبوا كتب في مواضيع انتوا يعني شغفكم موجود فيها، عشان ما تقروش اول سطرين وتملوا منها. وممكن برضه لو مش بتحبوا تقراوا يعني، يا اما تنزلوا اوديو بوكس، يا اما تشوفوا مثلا ملخصات بتاعه الكتب موجوده على اليوتيوب. هو المهم يعني ان احنا نحصل على الاستفاده بتاعه الكتاب وبس كده. لو الفيديو بقى عجبكم اتفرجوا على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا بقى سبسكرايب ولايك والحاجات اللي تحت دي. ولو بتتفرجوا على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تابعوني هناك. واشوفكم تاني قريب، يلا سلام. جربت انت الابلكيشن اصلا ولا بتصور على الفاضي؟ أنا بصرف لسه ما لا جربتش. تعالى جرب. إلى المفارقات، الانتباه إلى النكت التي تدعو أحيانا